السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. واخيرا عملت لكم بقى الترند اللي مكسر الدنيا، طاقية السلطان. بس كمان انا مش هعمل طاقية السلطان كده وخلاص، انا لازم بقى اعمل لكم برضو حتة كده تركاية حلوة. عملت لكم بقى طاقية ولي العهد، شايفينها صغننة وحلوة ازاي؟ حاجة كده بتاع الامير الصغنن. عايزة اقول لكم انها تحفة بجد، كانت هشة جدا، قطنية مرتفعة كأنها كيك، طعمها في منتهى الجمال. خطيرة خطيرة، تعجب الولاد جدا. اتمنى انكم تجربوها. كمان عملت لكم طاقية السلطان ايه زي ما احنا شايفين، شكلها طبعا ما شاء الله بيتكلم. طعمها كان حلو جدا، هشة وطرية جنب كوباية لبن، شاي، نسكافيه، اي حاجة بتسد معاكي. بجد طعمها خطير، هتعجبكم جدا. ومكوناتها زي ما اتعودنا دايما سهلة وبسيطة، وهتطلع معاكي ناجحة من اول مرة ان شاء الله. هنتبع بس الخطوات، خطوات كلها سهلة وبسيطة ومكونات اسهل. نقول بسم الله ونبتدي مع بعض بالمقادير بتاعتنا. عشان بقى اعمل العجينتين اللي هعمل بيهم فطيرة السلطان، وهعمل كمان بيهم فطيرة ولي العهد، انا محتاجة نص كوباية من الحليب الدافي، ونص كوباية من المية الدافية، ومعاهم بياض بيضة. هسيب الصفار على جنب علشان هحتاجه بعد كده للدهان للوش. محتاجة 5 معالق كبار من السكر، يعني 70 جرام سكر. ومحتاجة طبعا فانيليا علشان بياض البيض هو ملوش زفرة ولا اي حاجة، بس يعني برضو احتياطي كده، الفانيليا كمان ريحتها حلوة قوي. وطبعا الخميرة ده شيء اساسي، محتاجة كيس من الخميرة. وهقلب بقى المكونات دي كده مع بعضها، وحطينا كمان ربع كوباية من الزيت. والمكونات بقى اقلبها كويس كده تمتزج. وبعد كده هبتدي انزل بقى عليها بالمكونات الصلبة بتاعتنا. معايا 3 كوبايات وربع من الدقيق، وعليهم رشة من الملح. هنزل بقى بمكونات الدقيق بتاعتي ورشة الملح. وزي ما اتعودنا انه الدقيق مش لازم احطه كله دفعة واحدة، انا ممكن يعني اقسمه كده لحد ما العجينة تلم معايا وتديني القوام اللي انا محتاجاه. ميزة بقى العجن بالسباتولا ان هي بتسهل عليكي وبتسرع عملية العجن، يعني بتلم معاكي العجينة. واول ما تحسي بقى ان خلاص الموضوع بقى صعب انك تعجني بالسباتولا بقى خلاص والدنيا وقفت، بنبتدي بقى ان احنا نلم العجينة بايدينا عادي، مفيش مشكلة خالص، بس بتكون سهلت علينا كتير. وزي ما قلنا قبل كده، على حسب ما الدقيق بتاعك يحتاج. يعني انا قلت 3 كوبايات وربع، بس لو الدقيق بتاعك محتاج اكتر عادي بتديله، لو محتاج اقل فاحنا مش بننزل الدقيق بتاعنا دفعة واحدة تحسبا لحاجة زي كده، لانه بيكون على حسب نوع الدقيق والعرق بتاعه. انا هنا احتاجت دقيق نزلت، احتاجت كمان شوية حليب صغيرين نزلت. مفيش مشكلة، العجينة في ايدك، تقدري تزودي دقيق، تزودي لبن، تزودي مية، مفيش اي مشكلة خالص، شغالة معاكي زي الفل. قسمت بقى العجينة لجزئين، جزء عملته ضفت عليه زي ما قلنا المعلقة ونص كاكاو، وعليها معلقة من الزبدة درجة حرارة الغرفة، والجزء التاني بالدقيق. لو مش محتاج دقيق خلاص مفيش مشكلة. طبعا سبتهم يختمروا في درجة حرارة يعني لو يفضل يكون في درجة حرارة مثلا في الفرن او كده، واختمروا كويس جدا. وابتديت بقى ان انا افرد كل قطعة، وعملتها مستطيل، وبعدين فردت القطعتين فوق بعض زي ما احنا شايفين، وفردتهم على بعض. وبعد كده بقى كان عندي شوكولاتة، ممكن شوكولاتة مطبخ تعمليها على حمام مائي عادي بخار، ممكن شوكولاتة سبريد، اي نوع شوكولاتة انتي تفضليه مفيش مشكلة خالص. انا كمان حطيت هنا شوكولاتة فرماسيل، ممكن كمان تضيفي فول سوداني مجروش او اي مكسرات. الحشوة براحتك خالص، قطع شوكولاتة، شوكولاتة شوكليت شيبس، بصي براحتك، الحشوة دي ترجع لك وزي ما بتفضلي او اولادك بيفضلوا بتشتغلي مفيش مشكلة. انا اخدت كده يعني اقل من نص العجين، عملته زي ما احنا شايفين كده شرايح، وبعدين ضفرته او لفيته برمته كده زي ما احنا شايفين. والجزء طبعا الكبير رول ونزلت عليه. وده كان بقى شكله النهائي كده بعد ما اتلف. وحطيناه بقى في الصينية، ممكن تدهنيها زيت او زبدة، وممكن تحطي فيها ورقة زبدة. دي بقى الحتة الصغننة اللي انا قلت لكم عليها، طاقية ولي العهد بقى كده بتاع الامير الصغنن. شايفين بقى شكلها تحفة ازاي؟ ده بقى الشكل النهائي كده بعد ما اختمرت معانا واتضافت. ودهنت بقى الوش زي ما قلنا بصفار البيضة اللي كنا سايبينه على جنب، ضفت عليه فانيليا ونقطة من الخل ومعلقة من الحليب. وبعدين ابتديت بقى ان انا ادهن الوش بتاعها. بصوا بيديله لون حلو جدا، البيض مش ما فيش فيه اي زفارة، لان انا ضايفة فانيليا وضايفة خل، فما فيش اي مشكلة خالص. شايفين بقى ولي العهد الصغنن الحلو ده؟ كده بقى دهناه حلو جدا بالفرشة.
بعد ما اختمرت بقى وتضاعفت زي ما احنا شايفين. وده بقى شكلها النهائي كده بعد ما خرجت من الفرن. ونزلنا بقى عليها بمعلقه كده من الزبده السايحه، ادتها تلميعه بقى وطراوه، يعني مش عايزه اقول لكم. هنغطيها بقى حوالي كده 10 دقايق كده تهدى وتسيب بقى من الصينيه بتاعتها. وبعد كده هنقلبها بقى ونقطعها ونشوفها شكلها عامل ازاي. دي بقى كده طاقية بقى السلطان زي ما احنا شايفين شكلها النهائي. وبعد ما قلبناها بقى من الصينيه بتاعتها وحطيناها في طبق التقديم، شايفين شكلها عامل ازاي. الضفاير بتاعتها حلوه جدا، طريه جدا وهشه، بصوا قطنيه بجد، حلوه جدا جدا وعجبت الولاد قوي. لذيذه كده جنب كوبايه لبن للولاد، هتبقى مغذيه ومفيده جدا. شكلها عامل ازاي ومن جوه عامله ازاي. الشوكولاته سايحه فيها. شوكولاته الفرماسيل كمان الوانها حلوه قوي، هتعجب الولاد جدا. وزي ما قلنا الحشوه ترجع لكم. ده بقى الصغنن الجميل بتاعنا بقى كده ايه، طاقية ولي العهد بقى بتاع الامير الصغنن. عايزه اقول لكم انها عجبت الولاد جدا لانها كيوت كده وصغنونه، شكلها حلو ما شاء الله. كانت هشه كده ومرتفعه كانها كيك، كانت حلوه جدا. لونها كمان خطير، طعم بقى يعني ما شاء الله. يعني اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم وطلعت معاكم عامله ازاي. متاكده ان هي تكون ناجحه معاكم احلى من كده بكتير. شايفينها بقى قد ايه هشه كده وطريه وقطنيه، بتتقطع بمنتهى السهوله وطريه جدا جدا بصراحه، دايبه كده بتدوب كده في البق. اتمنى ان الوصفه تعجبكم واتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم. ولو عجبتكم وصفتنا ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد من قناتكم اكلة ماما. واشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.